بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المربع الزخرفي اللي احنا شايفينه ده. المربع ده غرزة الجراني، تداخل لونين مع بعض. بتختاري أي ألوان انت بتحبيها والإبرة المناسبة لنوع الخيوط اللي هتستخدميها. الفيديو ده هعمله على جزئين. الجزء الأول هنعمل القاعدة الأساسية، وبعد كده الجزء التاني هنعمل فيه السطر التاني اللي هو الزخرفي. انا هنا هستخدم نوع الخيط ده، خيط متوسط السمك والإبرة المناسبة ليه. الإبرة دي مقاس 4، بس هي عشان السيليكون غامق مش باين مقاسها، بس دي مقاس 4. نبدأ مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف طريقة العمل ازاي. انا في البداية بعمل العقدة السحرية، بلف الخيط بالطريقة دي. في عندي كده حلقتين، هدخل تحت الحلقة الأولى وأسحب الخيط من الحلقة التانية وبربط عليهم بغرزة سلسلة. اتكون عندي الحلقة دي، هأعمل جواها 4 مجاميع، كل مجموعة عدد 5 عمود بلفة، وبين كل مجموعة والتانية بعمل 2 سلسلة. أنا هنا ارتفعت، يعني ربطت الأول على حلقتين بسلسلة وارتفعت غرزة سلسلة تانية. دول السلسلتين دول مش هعتبرهم أي حاجة، ده مجرد ارتفاع بينقلني على السطر الأول للشغل بتاعي. هعمل ايه؟ هبدأ أعمل أول مجموعة معايا، بسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وبسحب لفة. تكون عندي 3 حلقات على الإبرة، باخد لفة وبطلع بحلقتين، وباخد لفة تانية وبطلع بحلقتين، وبكده أنا عملت أول عمود بلفة. هرجع تاني وأكرر، أخد لفة على الإبرة وبدخل جوه الحلقة وأسحب الخيط بتاعي، بعمل لفة تانية على الإبرة من خيطي وبطلع بحلقتين، ولفة كمان وبطلع بحلقتين، وكده ده تاني عمود بلفة. هكرر تاني، أخد لفة على الإبرة وأدخل جوه الحلقة وأسحب الخيط، بعمل لفة وأطلع بحلقتين ولفة وهطلع بالحلقتين التانيين، ده تالت عمود بلفة. هكرر وأعمل العمود الرابع، باخد لفة وبدخل جوه الحلقة وبسحب الخيط وبطلع ب3 حلقات. هاخد لفة تاني من الخيط وهطلع بحلقتين ولفة وهطلع بالحلقتين التانيين، كده أنا عملت 4. هكرر وأعمل العمود الخامس، باخد لفة من الخيط وبدخل وبسحب لفة وبطلع بحلقتين، لفة وبطلع بحلقتين، وكده أنا عملت عدد 5 عمود بلفة. أدي كده 1 2 3 4 5. بعد ما خلصت ال5 أعمدة بلفة، ودي تعتبر أول مجموعة، هرتفع على الطاير عدد 2 سلسلة. تمام. برجع وأكرر أعمل مجموعة تانية، باخد لفة وبدخل جوه الحلقة بتاعتي، الحلقة السحرية، بسحب الخيط وبطلع ب3 حلقات، لفة وبطلع ب2 ولفة وبطلع ب2، وكده أول عمود في المجموعة التانية، وأكرر أعمل 5 أعمدة بلفة. كده 3 4 كده 5 عمود بلفة، ودي تعتبر المجموعة التانية اللي أنا عملتها، بينهم 2 غرزة سلسلة على الطاير، والسلسلتين دول بيعتبروا الزاوية بتاعة المربع، دي تعتبر أول زاوية. هبدأ أعمل المجموعة التالتة بعد ما ارتفعت 2 سلسلة، وزي ما احنا عارفين المجموعة مكونة من 5 عمود بلفة، كلنا طبعا عارفين شغل العمود بلفة. هرتفع سلسلتين أدخل وأعمل المجموعة الرابعة وهي 5 عمود بلفة، وكده أنا عملت ال4 أضلاع بتوع المربع وال4 زوايا بتاعته، وكل مجموعة زي ما احنا عارفين 5 عمود بلفة. كده أنا خلصت ال5 عمود بلفة،
وفي نفس الوقت الأربع أضلاع والأربع زوايا. هقلب وأشد الخيط بتاع البداية بتاعتي عشان أقفل الحلقة شوية عشان ما تبقاش واسعة بالشكل ده. أحاول إن أنا أضمها شوية وأريح الشغل في إيدي. تمام كده. شد شوية كده الخيط. هاجي عشان أقفل السطر الأول، أنا هنا مش هقفله بغرزة منزلقة، ولكن هقفله بغرزة نص عمود. باخد لفة على الإبرة وباجي عند، بسيب بقى السلسلتين دول اللي أنا عملتهم، باجي عند أول عمود أنا عاملاه في المجموعة الأولى، وبدخل كده تحت ضلعين السلسلة، وبسحب الخيط بتاعي. تمام. واطلع ب3 حلقات واخد لفة، ما شدش قوي ولا اريح الخيط. باخد لفة وبطلع ب3 حلقات، لان انا هنا في الحالة دي هبدأ شغلي في السطر التاني من منتصف الزاوية. وكده انا قفلت السطر الاول بغرزة نص عمود. احاول ان انا اريح بس الشغل بتاعي شوية كده. تمام. اسحب بقى الفتلة من ورا، والفتلة دي طبعا خيط البداية ده انا بعد كده بأخفيه لما باجي انضف الشغل بتاعي. هرتفع للسطر التاني، هعمل عدد 2 سلسلة ارتفاع، 1 2، وهاجي عشان ابدأ السطر التاني في منتصف الفراغ اللي انا عاملاه ده، هاخد لفة على الابرة وهعمل عمود بلفة، هاخد لفة تاني واعمل عمود بلفة. كده انا عملت 2 غرزة عمود بلفة. هاجي هنقل بقى على اول عمود بلفة من السطر الاول في المجموعة الاولى، وهدخل اعمل عمود بلفة عليه. تمام كده. بدخل تحت الضلعين اهو، وبسحب خيطي، بطلع بحلقتين واطلع بالحلقتين التانيين بعد كده. كده انا عملت في الفراغ 2 عمود بلفة وعمود بلفة فوق اول عمود من السطر الاول. هاخد لفة وادخل في العمود اللي وراه على طول واسحب خيطي واعمل عمود بلفة تاني. تمام كده. ادي 1 اهو، والتاني فوق منه عمود بلفة. هنيجي العمود رقم 3 ده مش هشتغل فيه، ولكن هتجاهله، وفي نفس الوقت بعمل سلسلة على الطاير من فوق، وهاخد لفة على الإبرة وهاجي في العمودين التانيين. 1 رقم 3 يعتبر، أنا عندي 1 2 3 تجاهلته خلاص، وهشتغل في العمود الرابع، بس أنا تجاهلته وعملت قصاده سلسلة. هدخل بقى في العمود رقم 4 وهعمل عمود بلفة فوقه، وهلف الخيط على الإبرة وأدخل في العمود رقم 5 وأعمل عمود بلفة. يبقى أنا عندي المجموعة الأولى من السطر الأول عبارة عن 5 أعمدة. اشتغلت في الأول والتاني وتجاهلت التالت وعملت فوق منه سلسلة، واشتغلت التالت والرابع. تمام كده. هاجي أنقل بقى على الزاوية بتاعتي. أنا كده كونت فراغ، لما تجاهلت العمود وعملت فوقه سلسلة على الطاير بكون فراغ عشان أشتغل فيه بعد كده. هدخل في الزاوية وهعمل 2 عمود بلفة، ادي 1 2، وهرتفع بعد كده 2 سلسلة
ارجع اكرر في نفس الفراغ اعمل 2 عمود بلفة. يبقى انا كده عملت الزاوية بتاعتي، هي عبارة عن 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. هاجي اكرر الشغل بتاعي تاني وهعمل الضلع اللي بعد كده. انا هاخد لفة على الابرة وهدخل في المجموعة بقى التانية. اول عمود بيبقى مخفي تحت الغرز اللي فوق منه، فحاولي اظهريه. هعمل فوقه عمود بلفة وهاخد لفة على الابرة وادخل في العمود اللي بعده على طول واعمل عمود بلفة تاني، وهاخد نيجي بقى رقم 3 هتجاهله واعمل سلسلة فوق، وهشتغل في العمود رقم 3 و4. هتجاهل التالت ادخل في الرابع واعمل عمود بلفة فوقه، واجي على العمود الخامس واعمل عمود بلفة برضو فوق. انا كده كونت الضلع التاني. هعمل الزاوية بتاعتي 2 عمود بلفة، 1 2، هعمل 2 سلسلة على الطاير وارجع اكرر تاني في نفس الفراغ بعمل 2 عمود بلفة. كده انا كونت العمود التاني، الضلع التاني. اكرر بعد كده بقى الضلع التالت هعمله انا كده عملت الضلع التالت والرابع خلصتهم. وحاجة هقفل السطر بتاعي زي ما احنا عارفين، مش بغرزة منزلقة، ولكن انا بعمله بغرزة نص عمود. هاخد لفة على الابرة وادخل. انا كده بعمل يعني نص الزاوية الاخيرة. انا اشتغلت النص الاول من بداية السطر وبرجع بكرر نص الزاوية الاخيرة، بعمل ضلعين 2 عمود بلفة و2 سلسلة و2 عمود بلفة. انا هنا عملت 2 عمود بلفة، وعشان انا بقفل السطر بعمل غرزة نص عمود. بدخل تحت الضلعين من السطر من العمود الاولاني وبروح سحب الخيط وطالعه بالثلاث حلقات، وكده انا عملت الزاويه الاخيره وخلصت السطر التاني. هاجي ارتفع للسطر التالت، برتفع 1 2 سلسله وبدخل في الفراغ بعمل نص الزاويه، بعمل فيها 2 عمود بلفه، وهاخد لفه على الابره وهاجي تحت اول عمود من السطر السابق وبدخل فيه وبعمل فوقه على طول مباشرة دبل كروشيه اللي هو عمود بلفة. هاخد لفة على الإبرة، العمود اللي بعده على طول بدخل تحت ضلعين السلسلة وبعمل عمود بلفة. هنا أنا بعمل بقى بكون فراغات. أنا السطر الأول كان فيه فراغ واحد، السطر التاني هكون 3 فراغات. ازاي؟ انا اشتغلت في اول وتاني عمود، هاجي على العمود التالت هتجاهله وهرتفع غرزة سلسلة على الطاير، وهدخل في العمود اللي بعده على طول واعمل فوقه عمود بلفة تاني. كده انا كونت فراغ، بتجاهل غرزة وبعمل سلسلة على الطاير، هعمل سلسلة تانية وهتجاهل الفراغ ده، اتجاهله وهشتغل فوق العمود بعمل غرزة عمود بلفة. كده انا عملت تاني فراغ، هعمل سلسلة كمان
وهكون الفراغ الثالث، هتجاهل العمود التاني. انا اشتغلت 1 وهتجاهل العمود ده رقم 2. تمام كده، وهدخل في العمود اللي وراه على طول مباشرة وهعمل عمود بلفة فيه، واللي وراه عمود بلفة. يبقى انا كده كونت 3 فراغات في السطر التاني. الاول عملت فراغ 1، السطر التاني كونت 3 فراغ، واشتغلت 2 عمود بلفة فوق ال2 عمود الاخرانيين. بعد كده بقى انا هتنقل على الزاوية كده، واضح؟ هتنقل على الزاوية بتاعتي رقم 2، وبعمل 2 عمود بلفة، سلسلتين 2 عمود بلفة. دي الزوايا دي ثابتة على طول. اسلك بس الخيط شوية. هرجع تاني اكرر الضلع التاني، هدخل تحت اول عمود في تحت ضلعين السلسلة، وارتفع اعمل عليها عمود بلفة، والعمود اللي بعده عمود بلفة. هرتفع سلسلة واتجاهل العمود اللي وراه على طول. انا هنا اشتغلت في الاول وفي التاني وارتفعت سلسلة، هتجاهل العمود الثالث وهدخل في العمود الاخير وهعمل فوق عمود بلفة. وكده انا عملت اول فراغ. ارتفع سلسلة واتجاهل الفراغ ده وهدخل على العمود وهعمل عمود بلفة عليه. كده يبقى ده تاني فراغ. ارتفع سلسلة وهدخل اتجاهل بقى العمود رقم 2 ده وادخل في الثالث، هعمل عمود بلفة، والرابع هعمل عليه عمود بلفة. كده انا عملت الضلع التاني 3 فراغات اهو. هنقل على الزاوية، بعمل 2 عمود بلفة، 1 2، ارتفع 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. كده 2. هكرر بقى بقية الأضلاع بتاعة المربع. الشغل طبيعي، عمود بلفة فوق عمود بلفة، سلسلة، عشان اعمل فراغ اهو، وهعمل عمود بلفة فوق الاخير، ارتفع سلسلة، اتجاهل الفراغ ده، ادخل عند اول عمود، بعد كده يقابلني بعمل فوق عمود بلفة، هرتفع سلسلة، اتجاهل العمود اللي عليه وادخل في الثالث والرابع، اعمل فوق كل عمود عمود تاني بلفة، وهكرر اعمل الزاوية بتاعتي بعد كده. تمام. 2 عمود بلفة، سلسلة 2، 2 عمود بلفة. كده انا عملت ال3 فراغات اهو. هاجي اعمل نص الزاوية الاخير
2 عمود بلفة، وبقفل السطر بتاعي بغرزة نص عمود في العمود الاول تحت ضلعين السلسلة كده، بسحب الخيط وبطلع بالثلاث لفات او 3 حلقات، واسحب خيطي واطلع من التلاتة مرة واحدة. الخيط هنا معلش عشان ايه مفتل مفكوك من بعضه. انا كده خلصت السطر التاني. هرتفع 1 2 سلسلة، وهدخل في الفراغ اعمل اول زاوية من السطر التالت بتاعي. 2 عمود بلفة، وهرجع اكرر بقى اشتغل عشان أأسس الفراغات بتاعتي. باخد اول عمود بعمل عليه عمود بلفة، التاني بعمل عليه عمود بلفة، تمام كده. العمود التالت بقى برتفع غرزة سلسلة، لا هنا معلش هفكها. انا اشتغلت فوق الاول والتاني، التالت بتجاهله، برتفع غرزة سلسلة وبدخل في العمود الاخير او على العمود الاخير، بعمل العمود بلفة عشان اكون اول فراغ، تمام كده. هرتفع سلسلة وهتجاهل الفراغ، وهعمل عمود بلفة فوق العمود التاني، وهرتفع سلسلة واتجاهل الفراغ، وهعمل عمود بلفة فوق العمود التاني، وارتفع سلسلة واتجاهل الفراغ اللي تحته، وهعمل عمود بلفة فوق العمود الاخير. كده انا عملت 2 3 4. هرتفع سلسلة واتجاهل العمود رقم 2، وادخل في التالت والرابع، وهعمل عليهم عمود بلفة على كل عمود، تمام كده. انا كده عملت 5 فراغات. عملت السطر التاني 1، التالت 3، والسطر الاخير اللي هو الرابع 5 فراغ. دول هحتاجهم بعد كده ان شاء الله، زي ما احنا شايفين التسلسل بتاعهم. هحتاجهم بعد كده في ان انا هشتغل عليهم اللون التاني. بعد كده هنقل على الزاوية وهعمل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ بعمل 2 عمود بلفة. هنقل على الأضلاع بقى اللي في السطر السابق، بعمل عمود بلفة فوق الأول، عمود بلفة فوق التاني، وهرتفع سلسلة، هتجاهل العمود التالت، هاجي على الرابع واعمل عليه عمود بلفة، ارتفع سلسلة وتجاهل الفراغ واعمل عمود بلفة، هرتفع بقى سلسلة كمان، سلك بس الخيط شوية، هرتفع سلسلة واتجاهل الفراغ وادخل على العمود اعمل عليه عمود بلفة، هرتفع سلسلة تاني واتجاهل الفراغ واعمل عمود بلفة، هرتفع سلسلة. انا كده عملت 4، 1 2 3 4. هرتفع سلسلة واتجاهل العمود رقم 2 وادخل على العمود رقم 3 وهعمل عليه عمود بلفة، والعمود الرابع هعمل عليه عمود بلفة، تمام. انا كده خلصت ال5 فراغات بتاعتي. هنقل على الزاوية واعمل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. انا كده خلصت الزاوية بتاعتي، فاضل ضلعين هخلصهم زي ما احنا شايفين تسلسل الفراغات بتاعتي ازاي. انا كده خلصت، فاضل اعمل نص الزاوية الاول
من الزاوية الأخيرة اللي هما 2 عمود بلفة، وهقفل السطر بتاعي وعند أول عمود بدخل وبسحب الخيط وبقفل السطر بغرزة نص عمود. تمام كده، وهسحب الخيط بتاعي وهقفل اقص بقى الخيط بالشكل ده، واحاول اخفي بقى الخيط ده بعد كده في الشغل معايا. انا كده خلصت الجزء الاول من الفيديو. زي ما احنا شايفين الجزء التاني بقى هدخل فيه اللون التاني ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين الجزء الاول انا اسسته عشان اشتغل باللون التاني. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ارجو ان هو ينال اعجابكم، وان عجبكم برجاء عمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. والقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.